هل تعلمون أن هناك كتاب اسمه كتاب أخنوخ؟ هو كتاب إدريس، تتبناه الكنيسة الحبشية. هو كل واحد حينما يراجع موقف الكنيسة الحبشية من المهاجرين الأولين بقيادة جعفر، ويشوف أن الكنيسة الحبشية كانت تماما تحقق قوله تعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة وأقرب الناس مودة الذين قالوا إنا نصارى، تماما، بحيث دعا جعفر، قال له: اقرأ لي شوية من كتابكم. قرأ، قلب هاي العصا، أشار، قال له: ما بيننا وبينكم إلا هذا الخط، روح. وطرد وفد قريش تماما. هذا الكتاب الذي يؤمنون به من حظنا، من حسن حظ المسلمين، موجود على الإنترنت، روح راجعه. يقسم العهود البشرية من زمن آدم إلى آخر الزمان إلى يوم القيامة 10 أسابيع، 10 مراحل. اقرأ فصل رؤيا الأسابيع، وهو يبدي يحدد، يقول: أنا ولدت في السبع الأخير من الأسبوع الأول، ويبدي يتحدث، ويأتي بعد أسبوع ثاني وأسبوع ثالث وأسبوع رابع وأسبوع سابع، أسبوع ثالث. يقول: يصطفي الله رجلا يجعل نسله شجرة صدق للأبد، وده يبشر لا يختلفون أنه إبراهيم. تعال بالأسبوع السابع، ثم يأتي أسبوع سابع، يصطفي الله من ذرية هذا الرجل الذي يجعل نسله شجرة صدق للأبد، يصطفي أبرار يعطى لهم سيف لقتال الكفار. هنا ينقسم الأمر إلى قسمين: السنة يقولون هذول إحنا محمد والصحابة، الشيعة يقولون محمد وأهل بيته. سهل تماما، سهل عليهم مناقشة النصوص حينما يأتي إلى النصوص، الكلام هنا. ثم يأتي أسبوع ثامن، الهجرة، هو منو يتحدث؟ أخنوخ إدريس. يقول: هذا السيف الذي يعطى للأبرار لقتال جميع الكفار ينتصرون، فتجتمع أموال، يختصر، ويبنى بها بيت الله الأكبر. أنا أجي للروايات أو أجي لتراثنا الإسلامي، أجد كلام لخاتم الأنبياء صريح وواضح، يقول: أحذركم 7 فتن بعدي: الأولى من المدينة، الثانية من مكة، الثالثة من الشام، الرابعة من اليمن، الخامسة من المشرق، السادسة من المغرب، السابعة من بطن الشام السفياني. ينطي. أنا الآن شنو أسوي؟ أسوي ما ذكره سفر رؤيا الأسابيع، أجي إلى الأسبوع السابع، بعد الثامن أخلي مال محمد صلى الله عليه وآله، فصير عندي مسطرة تماما، المسطرة، فأبدي أقرأ في ضوء هذه المسطرة الواقع الفعلي. فلذلك أنا سويت بحث سميته علم الاستشراف المهدوي ومسطرة الظهور. أنا إذا أمشي وفق هذا فالنتائج مشرقة. لا ينبغي للشيعي يؤمن بتراثه ويؤمن بتراث الأنبياء أن يشك في المستقبل المشرق تماما. يموت حسن فضل الله، الله يتغمد برحمته، ما شاء الله ما شاء الله، ولد شحنة عند الآخرين بشكل عجيب. صحيح الحرب حرب سجال ما بها شيء، يقتل ويصنع، صنع دمه ما لا يتصور وما لا يتخيل من الدعم.